السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي متابعيني بحبكم في الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوصفة بتاعتنا صدق اللي قال عليها فعلا قشطة. لا، ده هي مش قشطة، ده هي حاجة كده فوق القشطة كمان، حاجة تحفة جدا اللهم بارك. شكلها وطعمها حاجة كده تفتح النفس. النهاردة القرص بتاعتنا تعمليها بطريقة سهلة جدا، عايزة أقولك إمكانياتها مفيش أسهل من كده، وحاجات بسيطة جدا في البيت هتعمليها، وكمية حلوة جدا بدل ما هتشتريها طبعا من الأفران والكلام ده. لا لا لا، النهاردة هنعملها في البيت. عايزة اوريكي التسوية قمر، التسوية بتاعتها قمر بمعنى الكلمة. شايفة جمالها عامل ازاي بعد ما طلعت من الفرن وخدت التسوية بتاعتها تمام، جميلة جدا. دي بعض الصور النهاردة هنشوفها بإذن الله كده للحاجات الفيديوهات اللي احنا عملناها الفترة اللي فاتت. اتمنى منك تدخلي النهاردة على القناة وتدعميني باللايك والشير والسبسكرايب للمطبخ خير زمان. طبعا معايا اول حاجة في المقادير كده كوباية من اللبن، نزلت عليها بتلت كوباية من السكر، هكتب لك المقادير كلها في صندوق الوصف. ومعايا طبعا معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية. هقلب السكر مع الميه مع الخميره. طيب احنا دلوقتي عاملينها بالميه، ينفع اعملها باللبن او الحليب زي ما في ناس بتقول عليه؟ اه طبعا ينفع وبتبقى احلى كمان، ولكن انا ببسط لك الموضوع بحيث ان الموضوع يكون في ايديك انك تعمليه. ما عنديش لبن في البيت، لا هعمل، مفيش حاجه اسمها ان انا ما عنديش لبن مش هعمل، لا هتعملي النهارده احلى قرص ما شاء الله اللهم بارك، طعمها تحفه جدا. طيب انا هقلب الكلام ده كله. اهم حاجه لو حتى السكر بتاعك خشن، لان هنا طبعا وقعت فيها يعني السكر بتاعك كله لازم يدوب تماما. طيب بعد ما بدوبه اعمل ايه؟ بنزل معايا بمقدار نص كيلو من الدقيق. نص كيلو قد ايه؟ اللي هو 500 جرام. حلو الكلام، وهقول لك دلوقتي على التفاصيل كلها جوه الفيديو. معايا نص معلقه من البيكنج باودر، وبقلب كده كويس جدا طبعا، وفي رشه ملح بحطها. تمام، وقلبي المكونات دي كويس جدا. تمام، انا هنا بدأت في العجن. طبعا انا زي ما قلت لك السكر بتاعنا لازم يدوب كويس جدا، خصوصا لو هو سكر مش ناعم، لان طبعا لو احنا حطيناه زي ما انا يعني انا حصل معايا ده في جوه الفيديو، طبعا بيكون في جوه في جوه الوصفه. يعني بيحصل ايه لو ما دوبتيش السكر حلو؟ بتلاقيه منقط كده في قلب القرصه، يعني بيعمل نقط كده وهو بيستوي معاكي. تمام، فبلاش، احنا بنحط السكر الناعم او السكر البودره كمان لو حابه يكون احسن كمان. تمام، قلبي كويس جدا. طبعا المقدار بتاعنا هنا خد كوبايه ومعلقه كده، وده على حسب نوع الدقيق بتاعك، ممكن ياخد كوبايه وربع، ممكن ياخد كوبايه، ممكن ياخد كوبايه وشويه صغيرين، ده على حسب نوع الدقيق اللي انت بتعجني بيه. انا هنا لميت العجينه بتاعتي بس. اول حاجه بعملها ودايما متعوده في العجين بتاعنا لما بنعمل، دايما اقولك بعد ما تلمي العجينه بتاعتك كده بنسيبها ترتاح شويه لمده 3 4 دقائق، ودي خطوه مهمه جدا عشان افعل ماده اللوجوتين اللي موجوده في الدقيق بتاعنا او في العجينه بتاعتنا. تمام، انا هنا لميت العجينه بتاعتنا تمام. زي ما اتفقت معاكي البدائل بتاعتنا موجوده ايه، هيكون الحليب بدل الميه. تمام، طبعا ما عنديش حليب هعمل بالميه معروفه. اما السكر زي ما احنا اتفقنا برضو السكر على حسب ما انت حابه، لو عايزه تزودي الحلاوه بتاعتها شويه بتزودي السكر شويه كمان، جميله لما بتزوديها بتبقى تدي طعم حلو جدا. معايا هنا مكعب زبدة. المكعب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ربع كوباية من الزبدة. تمام، بحطها كده بدرجة حرارة الغرفة على العجينة بتاعتي بعد ما خلاص سبتها 4 دقايق كده تاخد وتدي مع نفسها، عشان مادة اللوجيتين بتاعت تعمل عرق. يعني الناس اللي مش فاهمة او مش عارفة يعني ايه مادة لوجيتين، ان العجينة بتاعتنا تعمل عرق. اول ما احسها خلاص عجنتها وتمام التمام بحط عليها الزبده بتاعتنا اللي هي عباره عن حوالي ربع كوبايه من الزبده بدرجه حراره الغرفه، او يا دوبك ممكن تسيحيها بسيط، يعني مش اللي هو بتسخنيها، ممكن تسيحيها شويه وتحطيها عادي وتعجني بيها. بفضل كده اعجن العجينه بتاعتنا زي ما انت شايفه كده لغايه ما العجينه بتاعتي تنعم تماما. اهم حاجه في الموضوع ده ان انا بنعم العجينه كويس جدا، ودي خطوه بتنجح معايا اي مخبوزات بعملها في حياتي. يعني المخبوزات عموما ليها تركات كده، لو عملتيها بتطلع معاكي مظبوطه ظبطت استاذه. تمام، هنا سبتها ترتاح شويه، ما سبتهاش طبعا تخمر، لان انا مش هسيبها تتخمر معايا، لان انا هشكل فيها ولسه هسيبها في الصواني شويه. فانا تخميري هنا بسيبه، التخمير بيتفاعل، يعني العجينه بتاعتنا بتاخد التفاعل بتاع الخميره وانت شغاله على طول في التشكيل، او في الصواني بتاعتك بتاخد تخمير تاني. تمام، فانا طبعا هنا ما سبتهاش تخمر، انا اشتغلت فيها على طول بعد مرور 4 دقايق. حلو الكلام. طيب بالنسبه للتشكيل انا قسمت هنا العجينه بتاعتي لجزئين. اول جزء اشتغلت عليه كده عشان بسهل على نفسي الدنيا.
طيب بعمل ايه؟ كل حجم من القرصه بتاعتنا بيكون حجمها، اقول لك بالظبط كده وبالعربي، اللي هي حجمها حجم الليمونه الصغيره او الليمونه المتوسطه، تمام؟ ما بزودش عن كده لان هي كمان بتخمر فبتاخد حجم اكبر متضاعف، تمام؟ فباخد كده القطعه زي ما انت شايفه كده وببرمها في ايديا كويس جدا، وبعدين بنعمها على السطح اللي انا شغاله عليه، او لو مش عارفه انعمها بلفها كده في ايديا زي ما انت شايفه، يعني باخدها على راحه ايدي كده وبلفها وبخلي السطح الناعم بتاعها لفوق، وبنحطها بقى طبعا في صينيه مدهونه بالزيت دهنه خفيفه خالص عشان ما تلزقش معانا، تمام؟ بركن على جنب. التشكيل بتاعنا كله بقى على نفس النمط ده ونفس الطريقه دي. كل قطعه اهم حاجه تكون ايديكي ميزان هنا في التشكيل. كل قطعه بتكون قد التانية بالظبط. هتقولي حوالي قد ايه مثلا بالجرامات؟ هقول لك مثلا في حدود 25 جرام او حاجه، يعني بالتقريب ده، تمام؟ لكن انا ببسطها لك خالص، بقول لك حجمها قد حجم الليمونه المتوسطه كده، مش الصغيره كمان. ليه؟ لان لسه هتخمر معانا كمان، فالخمر بتاعها ده هيكبرها شويه كمان، ولسه هتكبر تاني وتروح المدرسه. يعني احنا هنكبرها لغايه ما تروح المدرسه، ومع مع اولادنا بقى في المدارس، مع الفطار بتاعك، مع العشاء، حاجه جميله جدا، مع كوبايه شاي بلبن تبقى لذيذه جدا، عايزه اقول لك طعمها تحفه جدا، تمام؟ الطريقه بتاعتنا زي ما انت شايفه كده، التشكيل بتاعنا خلصناه بنفس الطريقه، كلها بنفس الطريقه كده. طيب هتيجي ناس تقول لي مثلا، واحده هتيجي تقول لي طيب هو ينفع بدل الزبده احط سمنه؟ اه طبعا ينفع تحطي سمنه، ولو حابه انك تحطي سمنه نباتي حطي، لو مش متاح عندك سمنه بلدي حطي سمنه نباتي او زيت او سمنه بلدي، عادي براحتك خالص، عندك الثلاث حاجات متاح ان انت تحطيهم. بس احنا بنقول ليه في المعجنات او المخبوزات بنحط زبده؟ لان طبعا الزبده بتدي طراوه وبتدي حاجه كده نعومه للعجينه بتاعتنا، فبتخليها لك هشه ولذيذه جدا. اما لو حابه السمنه برضو مش هتعمل حاجه، هي نفس الطريقه برضو، ولكن الألذ والاحسن في المعجونات في المخبوزات في العموم هي الزبده. يبقى هنا عندي بدايل اللبن وبدايل الميه وبدايل الزبده، قلناهم، تمام؟ التشكيل بتاعنا زي ما انت شايفه كده خلصناها بنفس الطريقه وبنفس الموضوع. وخلي بالك من موضوع السكر عشان ما تقعيش في نفس الغلطه اللي انا وقعت فيها، لان كان السكر بتاعي خشن شويه، فطبعا عمل زي بقع خفيفه كده على سطح القرص بتاعتنا بعد ما سويناها. باجي بعد ما خلصت خلاص التشكيل بتاعي ورصيتها كده في الصينيه زي ما انت شايفه كده، بديها ضغطه بايديا كده، اللي هي مش عايزه ابصم فيها بصوابعي، لا انا بديها ضغطه بكف ايديا بحيث ان هي ما تبقاش متبصمه بصوابعي. يعني انا ممكن اعملها بصوابعي كده هتبقى مبصمه بصوابعك، لا انا عايزاها بس بضغطه ايديكي، بكف ايديكي كده تضغطي عليها ضغطه خفيفه خالص، اللي هو مش بفردها، لا ده انا بضغط عليها ضغطه خفيفه. وبعد كده بدخلها في التسوية بقى على الرف الأوسط على درجة حرارة 200 على حسب الفرن بتاعك. في فرن طبعا على حسب درجة حرارة كل فرن، بس احنا في العادي المتوسط بتاع أي فرن 180 درجة على الرف الأوسط. وبعد كده لو لقيتيها بعد ما خدت تسوية من تحت أو لونها خد اللون المحمر من تحت، ابدأي افتحي عليها الشواية من فوق زي ما انت شايفة كده. طبعا بقى أول ما تاخد لون من تحت وحسيتي إن هي لسه لونها فاتح من فوق، افتحي عليها الشواية على الهادي كده، هتاخد معاكي اللون الجميل اللي احنا شفناه في بداية الفيديو، هتبقى مستوية من جوه زي القمر. بتاخد قد ايه تسوية؟ بتاخد حوالي من 15 ل 20 دقيقة في الفرن، تمام؟ وشكلها بيطلع معانا في الاخر زي ما انت شايفة كده، جميلة جدا ولذيذة جدا. واتمنى اشوفكم على خير وبخير، وطبعا دايما مع بعض، وباذن الله اتمنى تكون الفيديوهات بتاعتي كلها بتعجبكم ودعواتكم الجميلة، واشكركم واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.